السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وهنا وسعادة ورضا وراحة بال يا رب، اللهم امين. ربنا ينعم عليكم بالصحة والستر والرضا بتاع ربنا، يا رب يكبر بخاطركم مثل حالكم. كل حبايبي واخواتي اللي بيشتركوا عندي في القناة واللي بيدخلوا عندي القناة جديد، والناس اللي معايا قديمة، الناس المحترمة، الناس اللي تتشال على الراس بجد والله، الناس اللي بتقف جنبي وبتساعدني وبتدعمني. ربنا يرزقكم كلكم بالخير ويسترها معاكم يا رب، اللهم امين. بصوا بقى حبايب قلبي، عايزاكم تصلوا على النبي وتحطوا اللايك الجميل بتاعكم وتذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. بصوا بقى الفيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله جامد جدا ومحفز. النهارده بقى الفيديو بعيد عن الروتين، وبعيد بقى عن الاكل، وبعيد عن المواعين، وبعيد عن المطبخ، وبعيد عن الحاجات دي كلها. الفيديو بتاعنا النهارده هشرح لكم ازاي انا جمعت اول 20,000 جنيه في حياتي. يعني انا في حياتي ما مسكتش المبلغ ده. طب انا مسكت المبلغ ازاي؟ على فكره انا ما مسكتش المبلغ ده حتى في ايام الرخصه، ايام لما كان ال20 جنيه 20 جنيه وال50 جنيه 50 جنيه، انا ما مسكتش المبلغ ده. سبحان الله، انا ما اتعلمتش وما عرفتش احوش ولا ادبر ولا اوفر والله العظيم الا في ايام الغلا اللي احنا فيها دي. طيب ازاي يا ام زيد حوشت المبلغ ده اصلا في عز الغلا اللي احنا فيه والاسعار اللي عماله تولع نار دي؟ ده الناس دلوقتي بتقضيها اكل بالعافيه، واللي بيكمل عشان نوم، والناس اللي اصلا بتبقى محتاره تعمل، يعني لو عايزه بس تعمل شويه بطاطس وشويه مكرونه بتبقى محتاره هتعملهم ازاي. عايزه اقول لك انا مريت باصعب الظروف ومريت بحاجات كتير قوي عدت عليا، يعني والله العظيم تشيب شعر الراس كده من فوق. بس مع ذلك الحاجات دي كلها ما خلتنيش وقعت، بالعكس الحاجات دي كلها قوتني. ما بيقول لك الضربه اللي مش بتموتك لكن بتقويكي، انا كده الضربه اللي ما موتنيش والله العظيم هي اللي قوتني فعلا. واحكي لكم على كل حاجه دلوقتي ايه اللي حصل معايا وقدرت ازاي اجمع مبلغ 20,000 جنيه. تعالوا بس نشوف الفلوس مع بعض كده. هو الاول بصوا أنا حاطه الفلوس فين؟ في اللانش بوكس. اللانش بوكس بتاع العيال، انا اللي بيجي في قدامي بحط فيه. البرطمان اللي عارفين، البرطمان الحلو اللي كنت بحوش فيه ده، دوت انا حاطه فيه مكرونه. ما كنتش لاقي مكان احط فيه المكرونه، رحت واخداه حاطه فيه المكرونه. فلقيت قدامي اللانش بوكس فاضي، رحت حاطه في قلب الفلوس. بصوا دمت 20,000 جنيه بس كلهم ميتينات. ماشي. طب دمت بتوع ايه؟ دمت اللي انا كنت دافعاهم يا جماعه في مقدمه الشقه. هحكي لكم كل حاجه من الاول عشان واعرفك كمان انا جمعت المبلغ ده ازاي، وازاي قدرت اجمعه في وقت بسيط جدا. مش هقول لك بقى في كام سنه، لا والله حوشت المبلغ ده في وقت بسيط جدا جدا. طيب دلوقتي ال20,000 جنيه دول انا سحبتهم من فلوس الشقه. في ناس قالت لي في التعليقات يا ام ست طب انت ليه سحبتي الفلوس دي من فلوس الشقه؟ ليه مش هتكملي؟ لا انا هكمل ان شاء الله باذن الله. لو ربنا اراد ان انا هكمل. احنا بنفكر وربنا هو اللي بيدبرها بمعرفته. ففي ناس كتبت لي في التعليقات انت ليه سحبتي الفلوس يا ام زينب مش هتكملي؟ لا باذن الله انا حاطه في دماغي ان انا هكمل، الا اذا ربنا مش رايد لي ان انا اكمل في الحوار ده. فانا عاينه الفلوس معايا ان شاء الله عشان اكمل باذن الله. هم المفروض كانوا 30,000 جنيه ماشي، المفروض كان، بس ال30,000 مش ملكي. ال10 كانوا بتوع اخويا، وانا اول لما سحبت الفلوس اديت ال10,000 جنيه لاخويا، خليتهم معاه. قلت لهم خليهم معاك لما ابقى عاوزهم هاخدهم منك تاني. خدهم صرف نفسك بيهم واحنا مش بعيد عن بعض، لو انا عوزتهم هاخدهم منك، لو انت عوزت مني فلوس خدهم برضو، وما يجي وقتها يحلها الحلال باذن الله. احنا يعني انا واخواتي بنسلك مع بعضنا عادي، مفيش اي مشكله. يعني اللي مزنوق بيرمي على التاني عادي. المهم ايه، فانا سحبتهم يا جماعه لان انا ما ينفعش اسيب الفلوس موجوده في البوسطه. المفروض ان انا اترفضت من الحجز ده، فاخد الفلوس عشان اقدمهم في الحجز الجديد اللي هو الحجز اللي في شهر 7. هسحب كراسه الشروط الاول ونشوف الشروط، ولو الشروط مناسبه بالنسبه لي في الحجز الجديد ان انا هقدم وليا الاولويه، مش زي الاعلان ده ليا الاولويه. ماشي. بس هشوف الشروط بقى تناسبني ولا مش هتناسبني. لو هتناسبني هدخل. وقلت لكم قبل كده في حاجه عشان اقدر اكمل في الموضوع ده هعملها عشان اقدر اكمل فيه، لان لوحدي مش هقدر بصراحه. ما اقدرش اجيب المبلغ المقدمه ده كله 50,000 جنيه، وما اقدرش برضو اجيب الاقساط كلها. ففي حاجه هتتعمل انا واخويا مع بعض كده اهو، ان انا اكمل في الموضوع ده. فخلاص ده خلصانين منه ان شاء الله، فانا ان شاء الله هكمل باذن الله. طيب قدرت الزني يا ام زياد؟ فانا ما رضيتش اسيب الفلوس، لان ما ينفعش تسيب الفلوس. لو سبت الفلوس هتاخديها متاخر، وتقريبا هتدفعها غرامه، لان انت ما خدتيش الفلوس. المفروض الفلوس تتسحب قبل 30/6، فاحنا سحبناهم. ادي اول حاجه. بمناسبه الناس اللي بتسالني انت سحبت الفلوس ليه يا ام زياد،
هو انت مش هتقدمي؟ لا حبايب قلبي هقدم، بس لازم اسحب الفلوس وارجع اقدمها تاني في الحجز الجديد. هم كده عايزين يبصوا يجننوا الناس وخلاص. طيب ازاي بقى ان انا حوشت مبلغ 20,000 جنيه في عز الظروف الغاليه اللي احنا فيها دي؟ بالامانه يعني دمت مش 20، دمت 18,000 جنيه. طب ليه يا ام زياد؟ دمت كانوا 20، دمت كانوا 30,000، اديت ال10 لاخويا واتبقى معايا 20. انا خدت من ال20 دمت 2000 جنيه. ال2000 جنيه عملت بيهم ايه؟ ال2000 جنيه هاخدهم عشان هروح اعمل اشعه رن على ظهري. انتوا عارفين ان انا عندي الفقرات بتاع الظهر ورجليا ورمه، فلما كشفت الدكتور قال لي انت عندك انزلاق في الغضروف، يعني تقريبا عندك الغضروف ماشي. فانا شاكه برضو ان انا تعبانه، لان الوجع اللي عندي ده مش مجرد املاح في رجليا بس، لا انا عندي حاجه وانا حاسه بيها، لان مألماني في الوقفه، مألماني في الرقات، في القعاد، في الحركه، مش قادره اتحرك زي الاول. تقريبا ما عدتش قادره اعمل شغل بيتي. والله العظيم والله العظيم ربنا يشهد على الكلام اللي انا بقوله، عشان الناس بتفكر ان ده كلام. والله العظيم يا جماعه انا ما عدت اقدر اعمل شغل بيتي بسبب التعب اللي عندي وبسبب ان انا مش قادره اقف على رجلي ماشي. فخدت 2000 جنيه هروح اعمل البتاع دوت الاشعه الرنين على ظهري واشعتين على رجلي عشان اطمن على نفسي، بس انا حاسه ان في حاجه، ربنا يعديها على خير يا رب. فخدت منهم ال2000 جنيه عشان اعملهم. طيب ال20 جنيه ال20000 خدت منهم 2000 جنيه عشان اكشف يعني واجيب العلاج والحاجات اللازمه وكده. طيب ال20000 دول حوشتهم ازاي؟ انا هقول لك على حاجه. انا حوشت ال2000 جنيه ده همت على قد ان انا حوشتهم في وقت بسيط، على قد ما ما في حاجات ساعت لها برضو ان انا احوشه. يعني مثلا انا كنت لما بروح السوق متاخر، ده مش حاجه سهله كده ان انا اروح متاخر واجيب بنفس الاسعار اللي انا اشتريها الصبح، لا كنت بوفر. على الاقل لو انا رحت الصبح هصرف 150 زياده، لو رحت متاخر هوفر ال 150 جنيه دول. فدي حاجه من باب التوفير. الحاجه التانية ان انا لما باجي مثلا اجيب فراخ ولا لحمه، مش بروح اجيب الفرخه مثلا واحطها في الحله مره واحده وادور ملاقيش، لا انا ممكن اجيب الفرخه اعملها على مره واتنين، اجيب البانيه اعمله على مره واتنين، اجيب اللحمه المفرومه اللي تساعد معايا في وجبات كتير، من نص كيلو لحمه اعمل اكله واتنين وتلاته. انا بكلمك ملخصا كده على اللي انا بعمله. طيب الفلوس الفكه كنت بعمل حصالات كده اهو، في الوقت اللي انا وفرت فيه المبلغ ده اهو كله كنت انا بعمل حصالات كده اهوت واعين فيها الفلوس الفك. 2 جنيه باقيين من السوق، 5 جنيه، 10 جنيه، العيال راحوا جابوا حاجه، فلوس رحت مواصلات وبقى معايا فلوس فكه، فكيت فلوس على مدار اليوم وبقى معايا فلوس فكه. كنت اعمل حصاله للفكه واجي مثلا على لمده شهر ولا حاجه اشوف جمعت كام، 200 جنيه، 300 جنيه من فلوس الفكه، 150، اجي مجمعاهم ومجمداهم للحصاله بتاعه الفلوس دي. فانا بقول لك ملخصه عشان ما اطولش عليكي اللي انا بعمله. طيب كنت بعمل برضو جمعيات مع نفسي، ووريتكم الفيديوهات ده قبل كده. بعمل جمعيات مع نفسي، اللي هو مثلا اعمل جمعيه طول الشهر، مثلا اعمل النهارده 10، بكره 15، بكره 20، النهارده 30. يوم ما عملتش فيه اكل خالص اخد المصروف دوت اعينه. فكنت بعمل حصاله مع نفسي، اجي اخر الشهر مثلا ابص الاقي نفسي دبرت لي بتاع 300 جنيه، اعمل جرد اخر الشهر نفسي دبرت 300 جنيه. كنت برضو في عز ما انا بعمل كده بزنق نفسي اكتر واعمل جمعيات. مثلا كنت انا بعمل جمعيات بمسكها بايدي، ادخل مثلا ب1000 في الشهر وادخل ب500. اللي كنت مثلا بعملها لمده 10 شهور، اقبض ال 500 جنيه اللي بقبضهم في الشهر بدفعهم في الشهر اقبضها 5000 جنيه. اصبح ان انا بجمع، عامله جمعيه قبضت منها 5000. عامله جمعيه يعني جمعيه مثلا بانفار، يعني ادخل معايا انفار وكل واحد يخش ب500 وكل واحد يخش ب1000. اللي بيخش ب1000 وفي مثلا حد عايز يخش ب500 بعمل اتنين مع بعض، مثلا ادخل 500 و500 يبقوا 1000. تمام كده. انا كنت بخش بنص اللي هو 500 وادخل حد قصادي، فكنت باخدهم 5000 جنيه. فاصبح ان انا مثلا عامله جمعيه هنا ب500 جنيه وعامله جمعيه مع نفسي مثلا بجرد طول الشهر نفسي يبقى مطلعه لي 300 جنيه ماشي. اللهم صل على النبي. اعمل فلوس من الفضه ديت، ابص نفسي مجمعه لي كام، بتاع 150 جنيه. فبص الاقي نفسي اصلا بطلع من مصروفي جمعيات لوحده كده حوالي 1500، حوالي 1500. دي بتمشي ازاي؟ بطلعهم من التوفير اللي انا بوفره كل شهر، بوفره بقى من اكلاتي، بوفره مثلا احنا في الفسح ما بنخرجش للامانه، يعني احنا هنا مش بنخرج ماشي. هي مره اللي خرجناها في العيد الصغير تقريبا، خرجنا خروجه بسيطه كده لما رحنا كفر الزيات. فاحنا برضو اللي مساعدنا على التوفير يا جماعه ان احنا مالناش خروجات، احنا اصلا بلدنا هنا ما فيهاش خروجات، عشان ما اكدبش عليكم يعني. عشان اقول لك بقى احنا بنخرج وبنجيب اكل من بره ومش عارف ايه وبحوش، لا احنا مش بنخرج. فدي حاجه موفره معايا برضو.
الحاجه التانية ان انا ما بجيبش ميك اب، الميك اب ده برضه بياخد فلوس قد كده ماشي. انا بالنسبه للناس اللي بتقول لي انت حاطه مونوكير يا ام زيد وازاي بتصلي، ده مش مونوكير، دي حنه، والحنه حلال ان انت تصلي بيها عادي مفيش مشكله، لكن ده مش مونوكير ماشي. طيب فقلت لك ان انا بوفر من اكلي، بوفر من شكري، من شكري ايه شكري مين بوفر من اكلي، بوفر من شربي، بوفر من مشترياتي، بوفر من خروجاتي، بوفر من مكياجاتي، من برفاناتي، فالحاجات دي انا مش مستهلكه فيها قوي. الحاجه التانية كمان ان انا مثلا بعمل لعيالي مصروف، مثلا ممكن ياخدوا مصروف يوم ويوم، ممكن مثلا ياخدوا كل يومين. ابدا بقى ان انا اجيب لهم من السوق فواكه، انتوا عارفين ان انا بجيب فواكه من السوق، ابدا اعمل لهم عصاير، اعمل لهم كوكتيل. فبقيت ان انا برضو ماشيها بالنظام ده تمام كده، ومع الفلوس اللي انا بوفرها من المصروف بتاعي. فالحمد لله قدرت في الفتره البسيطه ديت تقريبا في اقل من سنه ان انا اجمع ال 20000 جنيه دول. مثلا يجي عليا عيد اعين فلوس العيديه، مثلا جمعت شويه عيش على شويه زيت على شويه بلاستيكات على كتب من بتاعه العيال، ابدا ان انا ابيع الحاجات دي كلها وابدا ان انا احطها في حصاله الذهب. فاللهم بارك حوشت الفلوس ودفعتها لمقدمه الحارس تمام كده بتاعه الشقه. طيب انا عايزه اكلمك في حاجه مهمه قوي قوي دلوقتي. هو انت مثلا اقعدي مع نفسك كده، اقعدي مع نفسك كده، ولما تقعدي مع نفسك وتحسبي حساباتك كلها، انت عايشه بقالك كام سنه، متجوزه بقالك كام سنه، مخلفه وبقيتي ام وعمرك بقى كام سنه، دوري على السنين اللي فاتت انت عملتي فيهم ايه. كل اللي انت عملتيه بتاكلي، بتشربي، بتنامي، بتصحي، ما بتعمليش حاجه غير كده. طيب سنينك اللي جايه دي كلها انت ضامنه ان هي تعدي على خير زي السنين اللي فاتت؟ ما انتش ضامنه. سلاح الست دلوقتي ما تقوليش جوزها ولا عيالها، سلاح الست دلوقتي القرش. والله العظيم سلاحك في الدنيا بعد ربنا، ربنا ده فوق كل حاجه، فوق كل حاجه. ربنا قادر ان الفلوس دي في ثانيه بتطير في اي حاجه ملهاش اي لازمه، بس هتكون ساعتها نفعت. يعني ممكن مثلا البني ادم يتعب شويه تعب يصرف الفلوس دي صح، بس انت لقيتي سلاح تستندي عليه بعد ربنا. تعالوا كده نرجع بالزمن شويه واقول لك انا اصلا ايه اللي خلاني افتح قناه واتكلم فيها عن التوفير. اقسم بالله انا قناه التوفير اللي بتكلم فيها واكلاتي وشربي واللي انا بوفر فيه ان انا مش مقلده محتوى حد ومش باخد كلام من حد، الكلام اللي انا بمشيه في حياتي وبعمله عملي قدامكم هو ده اللي انا بعمله، ده اللي انا ماشيه بيه. طيب تعال نرجع بالزمن ورا كده، انا كنت بغضب كتير، بغضب كتير قوي قوي قوي. فلما كنت بغضب الاقي نفسي ماشيه من البيت على الحميد المجيد، ماشيه ومعايا عيالي وشنطه الهدوم في ايديا، بروح اقعد عند مين؟ بقعد عند اهلي ماشي. انا مش هقول لكم بقى ان انا مش عارفه ايه، وجوزي عمره ما زعلني وجوزي عمره ما ضربني وهعيش لكم الدور واللحظه والكلام ده، انا مش بتاعت عشان الدور ولا اللحظه. والله العظيم انا بتكلم بطبيعتي، واللي بيطلع يطلع، حتى لو بقول حاجات ما ينفعش اقولها بتكلم فيها، بقول لكم اللي جوايا واللي في قلبي ماشي. غضبت كتير، اتضربت كتير، حصل مشاكل بيني وبين جوزي كتير، والله العظيم يعلم ربنا على كل اللي انا بقوله، والله يعلم ربنا. فكنت بمشي لما الاقي نفسي رحت عند اهلي، مشيت رحت عند اهلي بلاقي نفسي ماشيه على الحميد المجيد، ما معيش في ايدي غير اجره المواصلات وممكن اكون سلفاها. شفت لدرجه فين اكون سلفاها؟ الحاجات دي كلها ما تخليكيش تقدري توفري وتجيبي الفلوس من بق العفريت عشان الظروف اللي انت انا مريت بظروف كتير قوي. لما امشي من بيتي ما معيش جنيه وما معيش اي حاجه في ايدي، ما معيش حته ذهب، ما معيش اي حاجه، اروح اعيش عند اهلي. انا رايحه لاهلي انا واتنين وجوز عيال، كان الاول زياد وبعد كده بقت يارا وجوز عيال. عيالي عاوزين مصاريف، عاوزين اكل، عاوزين شرب، عيالي مش هيكلوا بيا ولا هيزهقوا مني، بس انت بتبقي زهقانه، انت بتبقى عايشه عند اهلك حاسه ان انت عالة عليهم، حاسه ان مش عارفه تاخدي حريتك. لما تروحي معاكي حته ذهب محوشاه شارياها، ولا معاكي قرشين، ولا معاكي حاجه تستندي عليها، هتقعدي عند اهلك بفلوسك بمالك، مش هتحسي ان انت تقيله على حاجه. عايزه اقول لكم ان في ستات كتير قوي بتقعد وتستحمل الضرب والاهانه والخبط والرزع والشتيمه من جوزها عشان خاطر الفلوس. طيب لو انت عامله لنفسك مرتب ماشي، او عامله لنفسك حصاله، او شاريه حته ذهب، او عاينه قرشين في البوسطه، لو انت ساعتها حصل ما بينك وما بين جوزك مشاكل هتخافي انك تمشي؟ مش هتخافي، ما هو جوزك مش ماسكك بالقرش اللي بيديهولك. الواحده بتغضب، طب انا راح احمل اهلي مصاريفي ولا اقعد عند جوزي احمله مصاريفي؟ وانت لما تمشي الراجل ما بيصدق ان هو ايه شال من على دماغه ايه
هم كبير، لا. عايزه تمشي وترحمي نفسك من الاهانه والبهدله، لازم تكوني ماشيه ومعاكي سلاح في ايدك اللي هو الفلوس. يعني انا دلوقتي تعبانه وعندي الغضروف ورجليا ورمه، ايه اللي منفعني؟ فلوسي. لو انت دلوقتي هتروحي تقولي لجوزك انا محتاجه 2000 3 عشان اكشف واجيب علاج، هيقول لك خدي 1000 جنيه تكشفي بيه، تصرفي بيه على البيت، تتزحلقي، تتزفلطي، تعملي. هي دي ال1000 جنيه اللي معايا، ولو ادالك كمان. طب هتاخدي ال1000 جنيه منه، هتصرفي منها وتاكلي وتشربي منها ولا هتكشفي منها؟ فدي ده الحاجه اللي خلتني فعلا اقدر ان انا احوش، وعايزه اخلي ال 20000 دول عايزه اخليهم 50 وعايزه اخليهم 100. ازاي؟ بالعافيه. بالعافيه من اللي انا مريت بيه. قلت لكم قبل كده كم مره، لما ابني زاد شرب ميه نار وبقيت بيه في المستشفى ما معيش ولا جنيه، بقيت بستلف من طوب الارض عشان اعالج ابني. عايزه ان شاء الله يا رب هشحت عليه، بستكشف على ابني واطمن عليه، وكان بيموت، كان بيموت. فساعتها عرفت قيمه الجنيه، عرفت قيمه كل جنيه لازم تكون في ايديا. فالناس اللي كانت بتتكلم وتقول انت بخيله، انت ماسكه، انت حارمه اولادك، انت عامله، لا، انا ما كنتش حارمه اولادي ولا مسكت ولا عمري حرمتهم من اي حاجه. بس الحاجات اللي انا مريت بيها انت ما مريتيش بيها، الله اعلم انت مريتي بيه في حياتك. فاللي انا مريت بيه هو اللي علمني ان انا كل قرش لازم يكون ليه لازمه معايا. ان انا لما امشي غضبانه على الاقل يكون معايا حته ذهب. معلش انت مش ضامنه جوزك، جوزك دلوقتي معاكي 100 100 وراجل وجدع وبيحبك وكل حاجه، انت مش ضامنه بكره ايه اللي هيحصل. مش ضامنه لما يكبر ممكن يروح يرميكي ويتجوز عليكي، ممكن يرميكي ويزهق من مصاريفك، ممكن تتعبي، تخش في تعب، تخش في مرض والعياذ بالله. فالمرض ده محتاج علاج كتير، ممكن جوزك ما يقدرش على مصاريفك، ما يقدرش على علاجك، يرميكي. فانا والله العظيم ولا بحبطك ولا بكرهك في جوزك. عيشي على قد ما تقدري واستحملي، ولو جوزك كويس وابن حلال اقفي جنبه وساعديه، بس اعملي لنفسك قرش. ماشي، اعملي لنفسك قرش. فالحاجات اللي انا عملتها قبل كده واللي حصلت معايا قبل كده هي اللي علمتني دلوقتي ازاي ان انا احوش، وازاي زي ما بقول لك انا في ايام الرخص لما كان معايا 50 جنيه و20 جنيه، والله العظيم انا ما كنت بحوش ولا كنت بصوا اعرف يعني ايه كلمه توفيق، ما اعرفهاش. لكن سبحان الله يا رب، سبحان الله، في الغلا في الاسعار اللي احنا فيها ده اهي، عرفت قيمه كل جنيه. عرفت انا بقيت بوفر دلوقتي واحوش دلوقتي اكتر من ايام زمان. تخيلوا الموضوع ده، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فانا طالعه اكلمك دلوقتي ازاي تقدري تمسكي المبلغ ده حتى في عز الغلا. انت دلوقتي لو دخلت لك جمعيه ب 500 جنيه في الشهر، مش هتقدري توفري ال 500 جنيه في الشهر؟ طيب لو انت شايفه ان ال 500 جنيه كتير عليكي ومش هتقدري توفريهم، طيب حطي لنفسك كده كم موضوع يخليكي توفري ال 500 جنيه دول. حطي لنفسك ان انت لا قدر الله معاك ابنك وابنك ده تعب ومحتاج علاج ومحتاج مصاريف كتير، هتجيبي فلوس منين؟ طيب زوجك دلوقتي يعني الدنيا على قده ماشي، وبيديكي مصروف على قده والدنيا على قد، هتجيبي فلوس منين تعالجي ابنك؟ انت حصل لك اي ظرف والدنيا معاكي كويسه دلوقتي، طب بعدين الدنيا اتقلبت معاكي ما هيش مظبوطه زي الاول، هتعملي ايه وهتجيبي فلوس منين؟ حصل اي ظروف وغضبتي من جوزك زي ما بقول لك، هتعملي ايه وتتصرفي؟ تروحي تعيشي على اهلك عليهم في الظروف اللي احنا فيها دي، ولا يكون معايا سلاح في ايدي امشي بيه واعالج نفسي بيه واعيش مستوره بيه وسعيده بيه؟ وقلت لك اللي بيذل الست دلوقتي القرش، اللي بيخليكي تعيشي ذليله مع جوزك وانت مش مستحملاه وعايشه مع قرفه وحقرته وقله ادبه ومستحمله ده كله، القرش. محدش يكدبني في الموضوع ده، القرش اللي بيذل الست. طيب لو انا بقى معايا سلاح قوي في ايدي، مش هيهمني الراجل، مش هيهمني، هروح اعيش في اي حته، هاخد شقه ايجار واعيش مع نفسي واشتغل ويبقى معايا فلوس. لو قدرتي تشتغلي اشتغلي، لو قدرتي تشتغلي وتدخلي لنفسك دخل اعملي كده. حاولي على قد ما تقدري اعملي جمعيه ب 500 جنيه في الشهر. 500 جنيه دول هتقبضيهم 5000 جنيه. خدي ال 5000 جنيه وروحي هاتي لك بيهم سبيكه جرام، او جيبي لك جرام من الذهب. جرام من الذهب يا مزاد ال 5000 جنيه دول مع السنين ومع الوقت هيبقوا 6 وهيبقوا 7 وهيبقوا 10 كمان. هاتي لك سبيكه دهب ماشي، هاتي لك اي حاجه دهب، اعملي جمعيه ب 500 جنيه في الشهر. ب 500 جنيه مش هتقدري توفريه، مش هتقدري توفريه. اعتبري نفسك ان انت عايشه في شقه ايجار، هتدفعي الايجار ولا لا؟
هتدفعيه. اعتبري نفسك ان انت صيف شتاء ملزومه بفلوس دروس بتدفعيها، واحنا دلوقتي ما بندفعش فلوس دروس. اعتبري ان انت بتدفعي فلوس دروس، وال500 ولا ال1000 اللي بتدفعيهم وفريهم وحوشيهم على جنب. هي بتيجي بالعافيه، بتيجي بازنقي نفسك في جمعيه. لو من النوع اللي انت مصرفه ما بتعرفيش تحوشي خالص، ازنقي نفسك في جمعيه. والله العظيم لو انت تنيتك كده على الحميد المجيد هترجعي تندمي، هترجعي تندمي. ده في ناس دلوقتي عندهم 60 و70 سنه و80 سنه بيقولوا لي انت فينك من زمان يا ام زياد. انا دلوقتي قد جدتك، قد جدتك، ويا ريتني كنت سمعت الكلام ده من زمان. انا دلوقتي قاعدين على كراسي بعجل ما معناش الجنيه. احنا دلوقتي حصل جوزي رميني وجوزي سايبني وجوزي طارقني ما معيش الجنيه. يبقى ايه يا جماعه؟ انتوا مستنيين اكتر من كده ايه؟ دلوقتي الزمن اللي احنا فيه دلوقتي في رجاله ما بتقدرش تشيل مصاريف ولادها ومراتاتهم بيطلقوهم وبيرموهم. محدش هينفعك، وانا مش بكرهك في عيشتك، بالعكس احنا ماشيين برضا ربنا، وتهتنا اقولها لاخر يوم في عمري، ماشيين برضا ربنا، ماشيين بستر ربنا، ماشيين بصوا بكل اللي ربنا بيعمله احنا ماشيين بيه. وردي باللي ربنا كاتبهولك. بس اوعي تبطلي تحلمي، اوعي تبطلي ان انت تحطي هدف لنفسك. لو بطلت تحلمي وتحطي هدف لنفسك وتمشي عليه هتخسري. انت دلوقتي كل اللي تحكميه مصروف جوزك، مصروف جوزك. من مصروف جوزي احوش منه. انا قبل ما افتح قناه اليوتيوب انا كنت بحوش من المصروف اللي جوزي بيديهوني. هي كده بالعافيه. اطلع ال100 جنيه اقدر نفسي ان انا جبت بيهم علاج واطلعها عينها في حصال، اقدر ان انا كشفت بيها، اقدر ان حاجه باظت عندي وصلحتها او عايزه تتصلح، وعين الفلوس دي في قلب حصاله. لما عين 100 على 100 على 50 على 20 على شويه من الفلوس الفكه هعمل مبلغ وهينفعني بعد كده. فيا جماعه الفلوس دي مش بتيجي بالسهل، والله ما بتيجي بالسهل. بس لو خططتي وحلمتي وحطيتي هدف لنفسك الفلوس دي هتكون سهل، هتكون في السهل. انت جربي من اول شهر بس، اول شهر قدرتي تحوشي مبلغ هتلاقي شهر ورا 2 ورا 3 ورا 4 الفلوس بتيجي معاكي. بصي لوحدك بتاخدي الفلوس وتروحي تحطها في الحصاله لوحدك من غير ما تتعبي. والله العظيم انا بحبكم كلكم وعايزه اساعدكم كلكم بالظروف اللي انا مريت بيها والحاجات الكتير اللي انا مريت بيها. هو ده اللي بيخليني اقول لك كده، مفيش حد ليه امان دلوقتي. هتتسندي على مين بعد ربنا؟ مش هتتسندي على حد الا فلوسك، هي سلاحك في الدنيا، سلاحك هي فلوسك في الدنيا. فاول 20,000 انا جمع دول 18، المهم ان هم كانوا 20 معايا ال2000 اللي انا هكشف بيهم يعني. فاول 20,000 انا ماسكاهم في ايدي الحمد لله من بعد بركه ربنا، ثم شطارتي، ثم انجازي، ثم ان انا يعني بعرف اوفر، بعرف احوش، بعرف ادبق، بعرف اوفر، بعرف اقول ده ابدا من ده، بعرف اخطط، بعرف. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. لو انت خدت الخطوه دي كل حاجه بعد كده هتيجي سهله عليك. اتمنى بس الفيديو ده يكون شجعك. حاولي ان انت تمسكي بس مبلغ كده 5000 جنيه في ايدك، يا سلام، هتحسي ان انت طايره وسعيد. واجري روح هاتيلك بيهم حته دهب. معقول انا 5000 جنيه اروح اجيب بيهم؟ انا يعني انا معايا 5000 جنيه، انا مش مصدقه دلوقتي ان انا معايا المبلغ ده، انا مش مصدقه ان انا معايا المبلغ ده، والله العظيم انا ما مصدقه. طب جم ازاي؟ جم منين؟ معرفش. انا فكرت ودبرت وربنا كمل معايا، وربنا فتح لي الطريق. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. انوي وسعي وربنا هيبارك لكم ان شاء الله. ويا رب بس يكون الفيديو افادكم وعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع الف سلامه.